الفيديو اللي فات اتكلمت عن شخصية الأسد، وإن في بعض الناس صفاتها صفة الأسد، أو المديرين بتبقى صفته صفة الأسد، واتكلمنا عن الصفات بتاعته. في الفيديو ده هنتكلم لو أنت بقى المدير بتاعك أسد تتعامل معاه إزاي. أول حاجة لازم تديله احترام شديد جدا، لازم تديله الإيجو بتاعته. هو عنده إيجو عالية جدا، لازم تديها له. لو أنت اديتها له هيحترمك جدا، مش هيركب عليك، مش هيفتري عليك، لا ده هو يحترمك طول ما أنت مديله الإيه المكانة بتاعته والوضع بتاعه. لو انت ما عملتش كده، لو ما اديتوش الوضع بتاعه، هو هينسفك ومش هيسمي عليك، هيقضي عليك ان ما كانش حتى ان هو هيمشيك من الاداره بتاعته او من الشركه بتاعته. لو غلطت تعالى قدامه كده صراحه، اقول له ان انت غلطت، انت كبير، تعامل على انك كبير، هو هيكبرك وهيتقبل. ممكن هيشد عليك شويه بس هيفوق يعني، قشطه يعني، هيعلمك الامور ويعدي. لو حاولت تخبي عليه او كده، هو قفشك برضه هينفخك. فحاول ما تجيلوش ايه من الاماكن دي. هو في صفه كويسه جدا للاسد، لو انت شغال تحتيه هيحميك كويس جدا. هو بيحمي الاداره بتاعته وبيحمي كل الناس بتوعه، سواء من الادارات التانية او من الاداره العليا، فهو او من العميل يعني، هو هيحميك كويس جدا. الاسد برضو لو هو مديرك اسد، فرصه هايله جدا جدا انك تعلم الاداره. هيعلمك الليدرشيب كما ينبغي. هو فعلا ليدر. احضر معاه اجتماعات، اتناقش معاه، شوف بيتكلم ازاي مع العميل، تتعلم منه كويس جدا ازاي يبقى قوي، او ليدر قوي في الشغل بتاعه. الاسد برضو لو كان مديرك اسد ولقيت ان هو مش بيحبك، فاعرف كويس جدا ان في حاجه انت بتعملها مش على هواه. الكيمياء بتاعته مش ماشيه معاك او العكس، او انت في حاجه بتعملها هي مش عاجباه، فحاول انت توفق نفسك عليه، لان ده كون ان مديرك اسد مش هتلاقيه كتير. فحاول تظبط، شوف هو متضايق منك في ايه، ممكن تقول له او تعرفها لوحدك وتغير الصفه دي، بحيث تبقى انت ماشي على هواه، وبالتالي هو هيقربك ويبتدي يعلمك وتبقى اسد زيه. وده مطلوب جدا جدا لو انت عايز تبقى شاطر قوي في مجال الاداره بعد كده لما تكبر. اكتب لي في الكومنت لو كان المدير بتاعك اسد، او قابلت قبل كده في حياتك شخص له صفات الاسد، ويا ترى اتعلمت منه ولا لا وانت شغال.